عندك مشاريع كثيرة ولكن الميزانية ديالك محدودة. مع كام إكسبريس القرض الفلاحي للمغرب حقق جميع رغباتك، سواء كانت للسفر، للتجهيز أو تجديد المنزل ديالك، لمواجهة نفقات غير متوقعة أو ببساطة للاستمتاع بلحظات زوينة مع العائلة ديالك. استفد من كام إكسبريس قرض استهلاك سريع مرن وبمزايا تسعيرية مميزة. ما تخليش المشاريع ديالك تبقى مجرد أحلام، توجه لأقرب وكالة للقرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. بالنسبة للسلف يبلغ 50,000 درهم وعلى مدة 60 شهرا، سوف تؤدون استحقاقا قدره 10,000 درهم فاصلة 12 مع احتساب رسوم، مع عدد استحقاقات يصل إلى 60 بسعر فعلي شامل ثابت 7.26% دون احتساب الرسوم، وكلفة كلية للقرض 10,920 درهم فاصلة 20 مع احتساب الرسوم. موعد الفلاح، موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح قرا بها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من الاثنين حتى الجمعة مع 7 إلا ربع ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة FM. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. ودابا مع خوتنا الفلاحة نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على الكورجيت، وغادي نتكلموا بالضبط على اختيار الاصناف والعملية ديال الزرع وتهيئة التربة وتحضير الشتلات وغيرها من الامور الاخرى. اخوتي خواتاتي الفلاحة، نبداو بالمسألة ديال اختيار الاصناف. تبتات عدد قليل من الاصناف المسوقة من طرف الشركات الخاصة مؤهلات مقنعة للمزارعين. يتهدف هذه الشركات اساسا لتطوير اصناف مقاومه للمرض البياض الزغبي والفيروس نيو دلهي، وذلك بهدف توفير منتوج يراعي متطلبات المستهلك المحلي والعالمي عن طريق التصدير، واللي كيهم انتاج البواكر بدرجه اولى. وهذا كيشمل التحسين الوراثي للاصناف الكورجيت المؤهله، اللون، الشكل والصلابه، التبكير والانتاجيه، مقاومه الامراض الفطريه والفيروسيه. ومن اهم هذه الاصناف المزروعه بالمغرب تلقاو ديامون، خضراء الجزائر، خضراء زناتة وبلاك بيوتي. وكندوزو الان نتكلموا على كيفاش نهيئوا التربه لهاد الاصناف هادو. الحصول على التربه ذات تهويه عاليه كتسهل صرف المياه، كتمكن من نمو جيد للجذور، كيتنصح بحرث الارض على عمق 30 سنتيم، ثم القيام بجوج ديال الحرثات في السطح ديالها ويكونوا متقطعين. هذا الشيء باش نفتو كتل التربه ونعموها، والقضاء على الاعشاب الضاره وردم الاسمده العضويه. ثم كندوزو للمرحله ديال التحضير ديال الشتلات ديالنا، وكينصح باقتناء مشاتل من منابت مرخصه، وكذلك مراقبه من طرف كل المصالح المعنيه، وذلك لضمان نقاوه الصنف والسلامه من الامراض. وفي حاله اللجوء الى انتاج الشتلات على مستوى المزرعه يجب احترام مجموعه ديال الامور. يكون المكان منبت ومحمي من الرياح، استعمال اطباق ذات خلايا كبيره الحجم، عمق الزرع اللي كيكون 2 ديال السنتيمتر، بذر بكميه اضافيه في حدود 10% لتعويض النقص المحتمل، وتوفير درجة حرارة ملائمة للإنبات ما بين 25 و 28 درجة مئوية. نختموا الهضره ديالنا في هذه الحلقه بعمليه الزرع. كيتم نقل الشتلات في غضون المده كتراوح ما بين 8 حتى 15 يوم من تاريخ الزرع، وبعد ظهور اول ورقتين. لانجاح هذه العمليه يجب تكون الشتلات قويه وسليمه، وكيتراوح طولها ما بين 5 و 14 سنتيم عند بلوغ المرحله الثانيه الى 3 ورقات. خوتي خواتاتي الفلاحه، حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة، كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. عندك مشاريع كثيرة ولكن الميزانية ديالك محدودة. مع كام إكسبريس القرض الفلاحي للمغرب حقق جميع رغباتك، سواء كانت للسفر، للتجهيز أو تجديد المنزل ديالك، لمواجهة نفقات غير متوقعة أو ببساطة للاستمتاع بلحظات زوينة مع العائلة ديالك. استفد من كام إكسبريس قرض استهلاك سريع مرن وبمزايا تسعيرية مميزة. ما تخليش المشاريع ديالك تبقى مجرد أحلام، توجه لأقرب وكالة للقرض الفلاحي للمغرب. القرض
الفلاحي للمغرب التزام دائم. بالنسبة للسلف يبلغ 50,000 درهم وعلى مدة 60 شهرا سوف تؤدون استحقاقا قدره 10,000 درهم فاصلة 12 مع احتساب رسوم، مع عدد استحقاقات يصل إلى 60 بسعر فعلي شامل ثابت 7.26% دون احتساب الرسوم، وكلفة كلية للقرض 10,920 درهم فاصلة 20 مع احتساب الرسوم.